ازيكم عاملين ايه؟ لو قاعدين بقى جعانين كده في السقعة دي وعايزين تاكلوا حاجة كده سريعة لذيذة شكلها مغري كده وفظيع، يبقى لازم تعملوا السندوتشات السهلة جدا دي بمكونات بسيطة جدا. هتعملوا سندوتشات لذيذة تنفع في فطار، غدا، عشاء، تنفع في اي وقت. يلا بينا نبدأ في وصفتنا. معنا اول حاجة كده في وصفتنا فلفل وطماطم وبصل ولحمة مفرومة. الفلفل رومي وحار، طبعا الحار ده اختياري. انا هعمل البصل النهاردة في الكبة، ينفع تقطعوه على ايديكوا عادي، ينفع تبشروه في المبشرة، تمام. هنبشره، هنعمله يعني هنقطعه في الكبة تقطيعة كده يعني خشنة شوية، يعني بعد الناعم بشويتين كده، علشان انا بحب في الوصفة دي البصل يبقى ايه واضح. هنقطع كده طبعا البصلة اي تقطيع عشان تفركش وتنعكش زي ما انتوا شايفين كده. واحنا بنقطع البصل كده، لو انتوا اول مرة تشوفوا القناة حطوا صباعكم حالا بالا على كلمة اشتراك او سبسكرايب، فعلوا زر الجرس ودوسوا على كلمة الكل عشان يجيلكوا اشعار بكل فيديو جديد بنزله. الناس اللي مشتركين ما تنسوش اللايكات والشيرات، ويلا حطوا اللايك حالا بالا. هنقفل بقى الكبة بتاعتنا كده ونضرب زي ما انا قلت لكم، حابين تكون ضرب متوسط. بعتذر عن التكتكه دي. حطوا اللايك واحنا بنضرب كده. خلاص كده ضربنا اول كميه من البصل. انا طبعا قسمته على مرتين عشان الكبه بتاعتي زي ما انتوا عارفين ايه صغنطوط. هنجيب الحاجه بقى اللي هنعمل فيها كده على طول ونحط فيها البصل عادي، مش لازم نحط الماده الدهنيه الاول، ممكن نحط كده ونحط عليه الماده الدهنيه عادي خالص، مفيش اي مشكله. هنيجي بقى ايه، ننزل كده كل الكميه اللي في الكبه، لان انا لو كملت عليه هيبقى ناعم وانا مش عايزاه يبقى ايه ناعم، حباه يبقى زي ما انتوا شايفين كده متوسط. هنيجي بقى نقطع باقي البصل ونحطه هنا زي المره الاولانيه. حطوا اللايكات واعملوا الشيرات واقعدوا في الفيديو للاخر، وما تعملوش تخطي للاعلانات، وشيروا لاصحابكم. اهو هنقطع بقى كده كل كمية البصل اللي فاضلة عندي دي و آه... نكمل. بصوا بقى هنا الكبة هتعمل معايا ايه. لاحظوا هذا الكلام، هتعصلج معايا ومش عايزة تشتغل ومش عايزة، يعني شغلانات كده حصلت، بس احنا على مين سيطرنا وشغلناها برضو. انتوا فاهمين طبعا يا ولاد الكلام ده. اهو نديله بقى كده ضربتين ناعمين، مش ناعمين زي دول كده. حطوا اللايك، حطوا اللايك، جربوا السندوتشات الفظيعة الجميلة ديت، هتعجبكم جدا. تنفع تاخدوها في انتوا رايحين تمرين، تنفع تاخدوها لو تعملوها لو انتوا مستعجلين وعايزين أكلة سريعة، تنفع لو انتوا مثلا خارجين رايحين فسحة او اي حاجة، طبعا لسه في الاجازة، يعني هتنفع معاكم في اي مكان واي زمان. اهو شغلناها ولا مش شغلناهاش؟ شغلناها اهو. تمام قوي كده، خلاص خلصنا البصل. ندخل بقى على الفلفل اهو. هنقطع بقى كده الفلفل، هنقطع كل الخضار الاول وبعد كده نبدأ نسوي. هقطع كده الفلفل مكعبات زي ما تحبوا بقى، بس انا بحبه يعني ايه يبقى واضح كده الفلفل، تبقى القطع بتاعته واضحة في الوصفة يعني. حطوا اللايك اهو. نقطع بقى كده الفلفل اي تقطيعة. طبعا مش حابين فلفل حار ممكن ما تحطهوش، عندكم فلفل الوان يكون افضل وافضل، قيمته غذائية عالية وبيدي شكل حلو كده في الوصفة. الوانات اكتر، هي برضو هتبقى فيها الوانات واشكالات، بس برضو الفلفل الالوان بيدي كده شكل لطيف للوصفة. هنقطعه كده زي ما انتوا شايفين، وعايزين زي ما قلنا كده القطع تكون واضحة اهو، باينه يعني كده، مش فسافيس. قطعه كده واضح وصريح يا ولاد. مش عارفه انا الحته دي ما جريتهاش ليه، المهم يعني ادينا ايه مع بعضينا. قطع بقى الفلفل بقيته. وما قلتوليش حابين نكمل في الروتينات اللي كنت اخر فيديو كنا عاملينه روتين عايزين نكمل فيه، نكمل وصفات بس ولا نعمل الاتنين، حبه وصفات وحبه روتين؟ قولولي بقى رأيكم في الكومنتات وما تنسوش، مستنيه رأيكم. اهو نقطع بقى كده
بس خلاص فاضل لنا بقى الفلفل الحامي. وانا قعدت ادوق يا ولاد، مش فاهماه حامي ولا مش حامي ولا ايه، في الاخر اكتشفت انه في الاخر حامي. اهو قطعناه كده تقطيعه سريعه. وهنقطع الطماطم دي هنقطعها زي ما بنقطع السلطه عادي خالص. ما ينفعش طبعا تتضرب في الخلاط ولا في الكبه، لازم تكون متقطعه. ممكن لو تعملوا المكونات دي كده وتضربوا الطماطم في الخلاط وتعملوها، تسلقوا طماطم وتحطوها عليها، بتبقى برضو خطيرة وأكلة برضو سهلة وسريعة. مش عارفة، أنا محتاجة أنزل لساني كده أحركه وأرجعه تاني. نقطع بقى كده زي ما انتوا شايفين، زي السلطة كده. بس كده، حطوا اللايكات. يلا بينا بقى ناخد كل هذا الكلام بقى ونبدأ نشتغل على النار. حطينا الوك بتاعنا كده على النار وفتحنا، وهنحط بقى قطعة كده من السمنة، سمنة بلدي، سمنة نباتي، نوع السمنة المتوفر عندكم. بلاش زيت، هيخلي الطعم مش قد كده، فاحنا هنحط السمنة افضل. ونبدأ نقلب كده ونشوح البصل. احنا مش محتاجين البصل ان هو ياخد لون، احنا محتاجين البصل ان هو يعني يدبل كده شوية ويبدأ يصفر شويتين. يعني احنا مش محتاجين ان هو ايه، يلون او يكرمل. بصوا اهو بدأ اهو، اديله برضو تقلبتين. تمام قوي كده. قلب بقى تقليب تقليب تقليب. بس خلاص كده هبدأ بقى اضيف اللحمة. بعد ما اضيف اللحمة هبدأ اكسر فيها كده بالمعلقة، علشان زي ما انتم شايفين بتبقى كتل او كتلة زي ما هي كده كتلة واحدة. فانا بكسرها كده بالمعلقة وابدأ اقلبها مع البصلة، بتتفكك عادي خالص وبتبقى تمام التمام. هنقلب بقى كده حلو قوي كده. تمام تمام تمام. شايفين بقى، هنقلب كده تقليب متين، نكسر ونحط اللايك. بصوا بقلب وادخل مع يعني بكسر كده في اللحمه بالمعلقه كده وادخلها مع البصله، فمع السخونيه بتتفكك ولونها زي ما انتم شايفين اهو بدأ يتغير. نفضل بقى نعمل فيها كده لغايه ما يبقى لون اللحمه كله واحد واخد نفس اللون. هنقول بقى نعمل ايه بعد كده. تمام، حطوا اللايك، ما تكسلوش يا كسلانين يا سقعانين. تمام تمام التمام اهو. بصوا بقى تمام قوي كده. هبدأ بقى دلوقتي اضيف الفلفل والطماطم. بصوا بقى هتشوفوا الالوانات بقى، الاحمر مع الاخضر مع اللحمه عملت كده زي لون بني، فعطيه شكل لطيف للوصفه ولون خطير. نقلب بقى كده اهو، شايفين؟ نقلب بقى كل هذا الكلام مع بعضه. واخر حاجة هنعملها اللي احنا هنبهر بس اللحمة دي، ونحط لها شوية من المية وبس، ونسيبها بقى تاخد وتدي بشكل ودي لغاية ما البصل يستوي والخضار واللحمة تشرب من البهارات كده. وادي كده الوصفة. فيها حاجة؟ ما فيهاش. زي ما انا بقول لكم ممكن تعملوا كده، بس بدل ما الطماطم قطع تعملوها عصير طماطم وتضيفوا لها ايه تضيفوها على اللحمه وتبقى صوص للمكرونه. هنبهر بقى اول حاجه بصل بودر، وهنحط توم بودر. تمام. ورشه كده من السبع بهارات او بهارات لحمه اللي متوفر عندكم. وطبعا حاجه اساسيه فلفل اسود وملح. هنضيف بقى مرقة. المرقة دي طبعا اختياري، الناس اللي مش بتحبها ما تحطوهاش، بس هي بتدي طعم لذيذ والله لذيذ للوصفة. مش هنكتر ملح عشان لسه هنحط مرق. المرقة دي بيبقى فيها ملح، فبلاش تكتروا الملح ودوقوا وبعدين زودوا واحدة واحدة اهو.
هنحط كده مكعب من المرقة. تمام قوي كده. نقلب بقى، والروايح بقى دلوقتي كل البهارات بقى اللي احنا حطيناها دي ريحتها بقى هتطلع كده مع السخونية بتاعت اللحمة، وحاجة فظيعة. بصوا اللون بقى تحفة ازاي، الوانات كده اهو. بصوا الروايح بقى، الروايح الجميلة. حطوا اللايك، ولو سامعين دوشة بعتذر لكم كالعادة يا ولاد. هنزود بقى كده شوية من المية كده بس، ونديها غلوة كده على العالي، وبعدين نهدي النار عشان البصل يستوي على راحته خالص. ونحط اللايك برضو، ونشترك لو لسه ما اشتركناش. في زرار كده على الجنب كده اسمه سبسكرايب او اشتراك، تدوسوا كده عليه على طول، وتفعلوا الجرس عشان كل ما انزل فيديو تلاقوه قدامكم نزل. هنوطي بقى. بصوا بقى بتبقبق ازاي، لسه طبعا فيها ميه. هنفضل نسيبها كده على النار لغايه ما تتشرب الميه دي، وندوق. لقينا البصل مستوي والخضار تمام، لقينا لسه نزود شويه من الميه، وخلاص على كده. ايه بقى رايكم في السهوله دي؟ اهو هنقلب بقى كده، خلاص بقى اتشربت اهي الميه، فاضل حاجه بسيطه. او اللي تحت ده بيكون عباره عن الدهون اللي في اللي احنا ضفناها. خلاص كده معانا بقى العيش، هنفتحه. ده عيش بني طبعا، انتوا حابين تحطوا عيش فينو عادي، تعملوها في عيش تورتيلا وتلفوه زي الشاورما عادي، دي شبه الشاورما يعني، في ناس بتسميها شاورما. المهم بقى هنفتح كده ونبدأ نحشي، وسريعا مريعا عملنا وصفة لذيذة وجميلة. ينفع طبعا تعملوها وتدوها للولاد في اللانش بوكس. ماشي، هنبدأ بقى نحشي. يلا، ما وراناش فاضي يا ولاد. يلا كده فتحنا بقى العيش، ونبدأ بقى نحشي. وطعمها خرافي، بهارات مع الخضار اللي احنا حطيناه. ممكن تحطوا جزر مبشور، مش بقولكم النهارده مش عارفه فيه ايه. المهم اهو، بصوا بقى الجماليات والحلويات يا ولاد. هنكمل بقى كل الكميه بنفس ذات الطريقه. واحنا كده خلصنا وصفتنا البسيطة. جربوها، قولولي رأيكم في الكومنتات، ما تنسوش اللايكات والشيرات، واقول لكم سلام.